سمعت عندك رثاء اي هي لشخص. احنا عندنا تقريبا 3 دقائق، دقيقتين عندنا دقيقتين. هي ابيات يعني قليله حتى ما اطيل الاستاذ. يلا نسمعها. لشخص الاستاذ صباح الشمري، تحياتنا له اكيد. الرحمه والمغفره إله والصبر سلوان عائلته ان شاء الله. يعني يعني استاذ صباح اكبر من ان ارتيب قصيده. بس تقمصت موضوع قبل فتره، يعني قبل اسبوعين وفاه الاجل. يعني قبل ان نطلع باسبوع قبل لا يتوفى الله يرحمه. احنا بحكم عملنا نطلع بالسياره سوى ما يقارب 5 إلى 6 ساعات. فانفتح موضوع، هو رجل صاحب 4 بنات ما عنده ولد. فانفتح موضوع احد الاساتذه موجود بالسياره، فقال له انت راح تدخل الجنه من بناتك، لان عنده 4 بنات تدخل الجنه. فهو قال ضحك، قال انا مدللهن اي بس انا كنت اتمنى يصير لهن اخ حتى سند الي من بعد. فتقمصت هاي الفكره، قلت ايش قد ذواق ملك الموت بالموت، يختار ينشف الدمعه والصوت. الله. ايش قد ذواق ملك الموت بالموت، يختار اللي ينشف الدمعه والصوت. اللي عنده 4 بنات ايش عندك وياه، تحط قورك وقور العايش هنا. إن قارن جرح بي يتقارن ببيش، وانا ادري الجرح من يكبر يعيش. وجرح الماخذ غصب لهات، ما قال لك بعد خليني سنتين. وموش الخاطر بناتي، ما قال لك من الهن بعد وشلون يعيشن دنيا وبلا وجه ابوهن. انا مدللهن بقد ما تمنيت يجي اللي يشبهن ويصيح اخوه. يا عم وذاك طوله بجرحك كبير، وموش بخيط بس بدمع الراس. رسمت الضحكه بعيون اللي يشوفوك رغم اللي بداخلك ما كان. شكرا منتظر.